بناء على عمليات البحث والمتابعة لوحدات الجيش العربي السوري العاملة هنا في منطقة حرستا، قامت وحدات الجيش العربي السوري بضبط إحدى الخنادق العائدة للعصابات الإرهابية المسلحة بطول 30 مترا. طبعا وفي أثناء دخول وحدات الجيش العربي السوري إلى هذا الخندق قاموا باكتشاف إحدى الأنفاق، وهي عبارة عن شبكة أنفاق داخل منطقة حرستا. طبعا وحدات الجيش العربي السوري قامت بالدخول إلى هذه الأنفاق، وهي الآن سوف تقوم بتفخيخ هذه الأنفاق، وذلك من أجل منع العصابات الإرهابية المسلحة من استخدامها. وصلنا الآن إلى عقدة هذا النفق. من هذه النقطة يتفرع النفق إلى عدة اتجاهات. طبعا من هذا الاتجاه يصل هذا النفق إلى محطة الكهرباء في منطقة حرستا. طبعا وهذا الفرع يصل إلى منطقة الصالة الرياضية في منطقة حرستا. وصلنا إلى فرع آخر من هذا النفق وهو بطول 200 متر، ويصل في نهاية هذا النفق إلى مؤسسة الكهرباء في منطقة حرستا. وهذا النفق هو مجهز بأجهزة إنارة كاملة لجميع أجزاء هذا النفق وأجهزة تهوية، وذلك من أجل استمرار وبقاء العصابات الإرهابية المسلحة داخل هذا النفق لأطول وقت ممكن. وصلنا الآن إلى نهاية هذا النفق. هذه الكمية الكبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات المتواجدة هنا قامت وحدات الجيش العربي السوري بضبطها هنا في داخل هذا النفق. تزامنا مع تفجير هذا النفق، وحدات الجيش العربي السوري قامت بالدخول إلى هذه المنطقة تحت غطاء ناري كثيف لوحدات الجيش، وقامت بتطهير هذه المنطقة. هذه المساتر كانت العصابات الإرهابية المسلحة تتحصن من خلالها وتقوم باستهداف المواطنين المتواجدين في منطقة حرستا.